صوتكم ناصي، أعلى أعلى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أيها الثوار الأبطال، ويا محبي الإصلاح والصلاح، لكم مني فائق المحبة والاحترام، على الرغم من أن ما قدمناه سوية ليس إلا قطرة في بحر العراق. نعم نعم للعراق. ما قدمناه سوية ليس إلا قطرة في بحر العراق الذي يستحق منا التضحية بالغالي والنفيس. فالسلام عليكم ورحمته وبركاته. اليوم أقف بين أيديكم مرة أخرى، ويحدوني الأمل بكم أيها الوجوه المشرقة، وكلي شوق لكم أيها الفانون في الوطن والمحبون له، وخير العبادة حب الوطن. أيها الشعب العراقي العظيم، يا من لم تهزكم عاصفة الإرهاب، لم تهزكم عاصفة الإرهاب ولا مخمصة الجوع والفقر، يا من لا زلتم شامخين أمام الريح العاتية ولم تركعوا إلا لله، السلام عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كنا ولا زلنا نحيا من أجلكم وفي خدمتكم، ولن نرعوي عن ذلك ولن نحيد أبدا مهما حاول المفسدون ومهما تآمر المتآمرون ومهما كاد الأعداء وما سيكيدون. فنحن قوم كما قال الشاعر: قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مدعس ومكردس لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس. فلسنا ممن يخافون من التهديد بالقتل أو الموت. لاحظوا رجاء، استمعوا جيدا. فلسنا ممن يخافون من التهديد بالقتل أو الموت، كما دأب الكثير منهم بإيصال رسائل التهديد وما هي بالتهديد. فلن يرقبوا فينا إلا إحدى الحسنيين: أما النصر وأما الشهادة بين يدي الله والوطن. فاسمعوا مني ما أقول.
إن ثورة الإصلاح بكل تفاصيلها إلا أن رسائل باتت، فلسنا ممن يخافون من التهديد بالقتل أو الموت كما دعب الكثيرون منهم، إلا أن رسائل باتت واضحة وجلية ولن يرعوا عن تهديدهم. لذا فإنهم إن نجحوا بقتلي أو اغتيالي لذا فإنهم إن نجحوا. نعم للعراق. لذا فإنهم إن نجحوا بقتلي أو اغتيالي فأسألكم الفاتحة والدعاء مشكورين، ولكني أقف اليوم لأستبق الأحداث وأضع النقاط على الحروف قبل أن يطبقوا ذلك، والأمر كله بيده جل جلاله. فاسمعوا مني ما أقول. نعم للعراق. نعم للعراق. فاسمعوا مني ما أقول. إن ثورة الإصلاح بكل تفاصيلها، بمظاهراتها واعتصاماتها وخيمتها وخيامها واحتجاجاتها، أثمرت أمرا مهما جدا، وهو أننا زرعنا بكم وفي قلوبكم وعقولكم ثمرة الإصلاح وحب الوطن وبغض الفساد والمفسدين، مهما كان انتماؤه وعقيدته أو مذهبه أو عرقه. تلك البذرة التي أقضت مضجع الفاسدين فحاولوا التسلق على أكتاف المصلحين ليصلوا إلى مخططاتهم وتثبيت كرسيهم الذي لا وجود لهم إلا به. فهم ممن صنعتهم المناصب وارتفعوا بجمع الأموال وزرع الخوف في قلوب الناس، فلا بد لتلك البذرة أن تسقى بماء معين لكي تكبر وتترعرع ويكسر فيئها وتقطف ثمارها تدريجيا، فينكشح ثوب الفساد وتزول الغمامة بعون الله وجهود الخيرين أمثالكم. اليوم أقف معكم لا مع عدوكم، ولن أهادن محتلا ولا ظالما ولا مفسدا ولا طائفيا ولا حزبيا. أقف بين أيديكم وقد خيروني بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. صوتكم أعلى شوية، خايفين شنو؟
كلا يا محتل. أقف اليوم لأقول لكم بعض النقاط المهمة التي ستسيرون عليها وإن قتلت أنا. أقف اليوم، أكرر، أقف اليوم لأقول لكم بعض النقاط المهمة، اعتبروها وصية من نهاية، بعض النقاط المهمة التي تسيرون عليها وإن قتلت. أولاً، استمرار الثورة الإصلاحية بلا كلل ولا ملل. مو تقولون راح مقتدى ماكو بعد ثورة إصلاح، أبداً. نعم نعم للإصلاح. استمرار الثورة الإصلاحية بلا كلل ولا ملل، وكل ما تقدموه من دماء فهي من أجل الله والوطن، وسوف لن تذهب سدى على الإطلاق. رحم الله شهداءنا وشهداءكم. ثانيا، المحافظة على سلمية المظاهرات، سلمية وإلى النهاية. سلمية وإلى النهاية. المحافظة على سلمية المظاهرات إلى آخر يوم، هذه وصيتي لكم، ولن أرضى بتحولها إلى غير ذلك. فالكل يعلم أن الخيمة الخضراء كانت بداية نهايتهم، ودخول الشعب بعد ذلك إلى المنطقة الخضراء أو الحمراء كانت كذلك، ونحن قادرون على ذلك، إلا أننا لا نريد أن نكون سببا لإرجاع العراق إلى نقطة الصفر. ثالثا، إن أغلب السياسيين الفاسدين سوف لن يعودون عليكم مرة أخرى بالفساد فحسب. اسمعوا جيدا، لن يعودوا عليكم مرة أخرى بالفساد فحسب، بل صار أغلبهم أصحاب مال وسلاح، وسيحاولون إخضاعكم وتركيعكم كالسجين بين يدي الجلاد، ولن نركع إلا لله. وسوف يحاولون بكل ما أوتوا من قوة إلى إبقاء الصراعات السياسية والطائفية والاستمرار على الحروب، فبعضهم لن يكتفي بتحرير الموصل الأبية الجريحة ليزج بكم في معارك من هنا وهناك ليكتمل مخططهم الدولي. فكونوا على حذر، أكرر، كونوا على حذر، وتنبهوا جيدا، ولا يغرونكم بمال أو سلاح أو نفوذ، فالوطن أمان في أعناقكم، الوطن أمان في أعناقكم، فحافظوا عليه ولا تفرطوا به. رابعا، إن كل محب للوطن يجب أن لا يعطي صوته الثمين، استمعوا بدقة رجاء وافهموا طيات الكلام جيدا، أن لا يعطي صوته الثمين للفاسدين في الانتخابات المقبلة على الإطلاق، فإنهم إن عادوا سوف لن يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ولتعلموا أن صوتكم هو من ينقذ الوطن ويجنبه الويلات، فاستمروا بمظاهراتكم، فاستمرار مظاهراتكم يعني زوالهم شلع قلع من خلال تغيير أسسهم التي
فاستمرار مظاهراتكم يعني زوالهم شلع قلع من خلال تغيير أسسهم التي من خلالها وصلوا إلى سدة الحكم، أعني مفوضية الانتخابات وقانونها. فأجمعوا أمركم وانظموه لكي تعطوا أصواتكم للخيرين فقط من أبناء هذا الوطن، ممن هو بعيد عن الفساد والمفسدين، وممن يتحلى بالوطنية بعيدا عن الطائفية، ومن ذوي الخبرة والكفاءة، ولا ينتمون لأحزاب قد اقتسمت الكعكة وجعلت العراق صارع الفقر والإرهاب بلا رحمة ولا شفقة. هم سيحاولون العودة لبناء أمجادهم من جديد، إلا أنني أثق بالله جل جلاله الواحد القهار وبكم أن تقفوا وقفة رجل واحد لتهبوا أصواتكم ليس لي، اسمعوا جيدا، لتهبوا أصواتكم ليس لي ولا لمن ينتمي لي، فليس هذا مطلبي، بل لكل كفؤ ومحب للوطن. وأنا بانتظار وقفتكم الأخيرة هذه، وأنا بانتظار وقفتكم الأخيرة هذه وثورتكم من خلال صناديق الاقتراع التي يجب أن تكون بأيادي مستقلة أمينة، لا بأيادي مسيسة مقيتة. فبقاء تلك المفوضية أو أمثالها وبقاء القانون المجحف إلا لأحزابهم يعني أننا سنأمر بمقاطعة الانتخابات إن بقيت الحياة، سنأمر بمقاطعة الانتخابات إن بقيت الحياة، وإن مت فهذه وصيتي لكم. وإن كانت مقاطعتنا للانتخابات ستعني تهميشكم وإقصائكم وإضعافكم، وسيكون بالتالي الخيار للشعب، أنتم الخيار للشعب وليس لي ولا لغيري، فأنتم المعنيون بذلك. فأما الثبات وأما الزوال وأما انتصار الإصلاح أو انتصار الفاسدين، كلا كلا يا فاسد، ما سمعاكم، أعلى ما سمعاكم. خامسا، لا بد من مساندة الجيش العراقي والقوات الأمنية لكي تكتمل انتصاراتها في المناطق المغتصبة، ولكي تكون هي الماسكة للأرض بعد تحريرها لا غيرها، سواء في ذلك المحتل أو القوات الأجنبية أو غيرهم. وسنبقى نحن معهم في سوح الجهاد إلى أن يأذن الله أو يتم الاتفاق على أن تكون الجهة الوحيدة هي القوات الرسمية، وحينها نحن مستعدون لتقوية الجيش العراقي الباسل بما يشاء. سادسا، لا زلت أرفض أن تكون الثورة الإصلاحية لجهة معينة. لذا في نهاية المطاف أدعو الشعب العراقي للتوحد من أجل إنهاء معاناته. ولن أكون أنا القائد بل الشعب قائد، وأنا فرد من أفراده، ليس إلا قبل أن يفوت الأوان ولا تحين مندم. والسلام ختام. شكرا لكم وجزيتم خيرا.